البلد الأبرز في السلفية، تتهم السعودية اليوم بتصدير السلفية للعالم العربي، خاصة فيما بعد الربيع العربي في مصر وفي غيرها، لمواجهة التيار الإخواني الإسلامي اللي هو التيار الآخر والفصيل الآخر القوي أيضا مع السلفية، لتجنب وجود وصول التيار الإخواني إلى السعودية مثلا. نعم. كيف تعلق على هذه؟ هذه كفكرة تحليل سياسي. نعم صحيح ولا؟ لا، كتحليل سياسي قد أوافقك فيه وقد أخالفك، قد يوافقك فلان وقد يخالفك، كل له نظرة، وهذه النظرة ليس لها ما يعضدها. لكن أنا سأحدثك عن هذا الأمر من ناحية ما يجب على الدولة. هل مفترض على الدولة أن تصدر المنهج السلفي أو لا يفترض عليها؟ أنا أقول من واجبها أن تصدر المنهج السلفي. من واجبها نعم أن تدعو إلى المنهج السلفي بما أنه هو المنهج الحق. لكن الحقيقة هل الدولة قائمة بهذا الواجب كما ينبغي؟ لا، الحقيقة أنا أعتقد أن الدولة مقصرة كثيرا جدا جدا